خوتي هذا هو الطبق ديال الكرعين، الطبق الاخير بحال هكا كيجي بالطريقه المغربيه. طاجين ديال الكرعين بالحمص كيجيو رائعين بحال هكا، كيجيو معسلين وزدنا واحد الطريفه ديال شويه العسل او السكر. نتمنى انها تعجبكم الطريقه، ان شاء الله تشوفوا الطريقه وغادي تفهموا كيفاش درنا ليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بالمشاهدين والمتابعين الحلوين، مرحبا بكم خوتي، مرحبا بكم في مطبخي المتواضع، في اكلاتي المتواضعه الشعبيه. مرحبا بكم عندي. اليوم حبيت نعمل معكم اكله لذيذه يحبوها كل العالم، هي الكرعين بالكراعين الخروف ولا الكرعين بالمغربيه. غنقدمهم لكم بالطريقه المراكشيه، نقدم لكم الطريقه وكنتمنى انها تعجبكم. المهم هنا عملنا الكرعين ديال الخروف مغسولين مزيان، يعني مغسولين مزيان. عندنا الحمص هو الاول، بعدين كندير التوابل عباره على البزار. كندير معلقه ديال البزار، معلقه ديال التحميره او الفابريكا. البزار عباره على الفلفل الكحل. كنديروا شويه كمون، يعني معلقه كمون، هي كمان معلقه كمون. وكنديروا معلقه ديال الزعفران، هنا الملون او الزعفران ديال العود. كنديروا شويه ديال الثومه حتى هي صحيحه، الثومه. كنضيفوا شويه ديال الزيت، المهم شي 4 المعالق ديال الزيت. كنضيفوا شويه ديال السكنجبير، الزنجبيل، وشويه ديال القرفه. نضيفوا معلقه ديال القرفه، كنضيفوا الملح، وكنديروا الماء. كنديروا كميه ديال الماء اللي غطيب فيها هاد الكرعين، يعني من الاول كنضيفوا الماء من الاول.